لآل البيت عز لا يزول، وفخر لا تحيط به العقول، كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. أبوكم فارس الهيجا علي، وأمكم المطهرة البتول. يبقى ما ينفعش أسمع من أي حد كائنا من كان يقول لي اعمل تبقى زي سيدنا الحسين. أعملها ازاي وأعمل إيه وأعملها ازاي دي؟ يعني أمي تبقى ستنا السيدة فاطمة ازاي؟ والدي يبقى سيدنا الكرار الإمام علي، أعملها ازاي دي؟ أخويا يبقى سيدنا الحسن، جدي يبقى سيدنا النبي، جدتي تبقى السيدة خديجة، ابني يبقى سيدنا علي زين العابدين، اختي تبقى السيدة زينب. اعملها ازاي دي؟ لازم ينرفزونا كده يا عم الحاج ويقول لك اعمل تبقى زي سيدنا الحسين. اعملها ازاي؟ دي ما بتتعملش. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يا اخواني الكرام، احنا في زمن بصراحة كادت السعادة فيه أن تطلب حق اللجوء إلى قائمة المستحيلات. نقولها تاني، احنا الزمن اللي احنا عايشين فيه ده السعادة أصبحت عملة نادرة لدرجة أنها طلبت اللجوء إلى قائمة المستحيلات. يا أخي ليه بتمشي في الشارع كل ما تتصفح وجوه الخلق تلاقيهم ضاربين 111 ومكشرين؟ ليه؟ طب والله لو احنا مع أسيادنا آل البيت لابد أن نعيش في سعادة 24 ساعة. وحيثما كان مقامنا ومكاننا ومكانتنا فنحن سترفرف علينا رايات الرضا من الله، لأن حضرة النبي اللهم صل عليه هو اللي قال لنا كده، قال لنا حبوا آل البيت عشان تكونوا محبوبين. من تمسك بهم نجا ومن تخلف عنهم هلك. كل نسب وسبب وحسب وصهر مقطوع يوم القيامة، خلا نسبي وسببي وحسبي وصهري المتحدث رسول الله اللهم صل عليه. يبقى احنا نسيب طريق النجاح والفلاح ونروح لمين ونروح فين؟ الله. لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر. يا سيد الرسل أدركني فما بقيت لي حيلة غير حب منك مدخر. وقائل لي ما تشتاق قلت له أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر. والله ده حتى ابن القيم اللي هو التلميذ المباشر لابن تيمية ينقل في كتاب الفوائد كلام ابن عقيل الحنبلي. ابن القيم حنبلي تلميذ ابن تيمية، ينقل عن ابن عقيل الحنبلي في كتاب الفوائد أن الحجرة النبوية الشريفة على ساكنها الصلاة والسلام أفضل عند الله من العرش والكرسي والكعبة. والإمام القاضي عياض في كتاب الشفاء يحكي الإجماع على هذا ويقول إنها أفضل مكان في الكون كله، أفضل من الجنة، أفضل من العرش، أفضل من الكرسي، أفضل من الكعبة، أفضل من مكة، لأنها تحوي جسد سيدنا محمد. جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه. جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه.